قريب منك قوي 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 قوي. انا عايزك تغمض عينك الوقت كده وتقفل بقك خالص وما تحركش لسانك وتبدا تكلم ربنا وتبدا تطلب منه وتقول له يا رب انا تعبان، انا تعبان قوي يا رب، انا محتاج لك قوي يا رب، انا تايه من غيرك، انا مش عارف اعمل حاجه، مش عارف اوصل للي انا عايزه، انا مش عارف انا عايز ايه اصلا، انا يا رب بتعذب، انا يا رب لو مت كده هتبقى مصيبه، انا مش عارف اوصل لك، ارضيك ازاي، احل مشاكل حياتي ازاي. كلمه وانت ساكت. على فكره المفاجاه ان ربنا هيرد عليك، المفاجاه ان ربنا هيستجيب ليك، المفاجاه انك انت تعرف تكلمه وتتكلم معاه من غير ما لسانك ده يتحرك وتبقى ماشي في الدنيا. هتكتشف ان ممكن ربنا يصاحبك في الحياه. ربنا صاحبنا وافضل علينا عائدين بالله من النار. المفاجاه بقى ان ربنا اقرب لك من الملائكه. فربنا وانت بتطلب كده ولسانك واقف خالص هيكلم ملك من الملائكه يقول يا ملائكتي اجيبوا دعاء عبدي فلان في كذا. فالملائكه تقول يا رب هو ما طلبش اصلا، ده احنا معاه لديه، احنا معاه 24 ساعه. لا طلب، بس انتوا ما انتوش قريبين منه زي هو طلب بقلبه، هو طلب من غير ما يفتح بقه. قد نرى تقلب وجهك في السماء. هو ما طلبش بلسانه اصلا. هو النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش يا رب حول القبله يا رب، ما قالش يا رب الكعبه يا رب، البيت اللي بناه ادم واللي بناه ابراهيم. هو بعينيه، هو طلب بعينيه، هو كل الرجاء اللي في قلبه جوه عينيه. قد نرى تقلب وجهك في السماء. وربنا سمعه وربنا علم بيه وربنا مش هقدر اقول بقى ربنا حس بيه. وخدوا بالكم يا اخوانا انا بقول الفاظ كده اكتر واحد حاسس بيك. لما بنيجي بقى نتكلم عن ربنا لا الموضوع مش كده، لان ربنا عالم بيك، ربنا عالم بآلامك وعالم بآمالك